كتير مننا بيكون شايف خريطة العاصمة الإدارية الجديدة بس مبيبقاش فاهم تفاصيلها ومش عارف لو عايز يشتري إداري هيشتري فين أو تجاري أو سكني. كل منطقة بيبقى متخصصة بتايب معين. كل ده وأكتر هنعرفه بالكامل في الفيديو ده. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان، المدير التنفيذي لمجموعه شركات ARG. مبدئيا دي خريطه العاصمه الاداريه كلها اللي هي خريطه ال 170,000 فدان، ولكن احنا بنتكلم بس على ال 40,000 فدان اللي هي دي حدودها، اللي هي فيها 8 احياء سكنيه واكتر من منطقه استثماريه. احنا مبدئيا لو احنا قلنا هنا التجمع الخامس او القاهره الجديده، هنا عندنا طريق السخنه او القطاميه السخنه، فوق عندنا طريق السويس، وهنا عندنا الدائري الاقليمي اللي بيوصلنا بكل اقاليم مصر. لو وصلنا لغايه هنا اللي هو اخر حاجه هنا الار 8 ومنطقه الداون تاون وما بعد الداون تاون، دي المراحل الثانيه والثالثه، وهيبقى في مرحله رابعه كمان، وممكن توصل العاصمه الاداريه الجديده معانا ل 220,000 فدان. دي عندي المرحله الاولى من العاصمه الاداريه الجديده. لو احنا بصينا في الغرب هنلاقي القاهره الجديده او التجمع الخامس، الدائري الاوسطي، هنا الدائري الاقليمي بيتوصلني بكل اقاليم مصر. من الشمال عندي طريق السويس، من الجنوب عندي طريق السخنه. اول ما ادخل العاصمه الاداريه الجديده لو احنا بنتكلم من التجمع الخامس هكون على 90 الجنوبي، هوصل محور النوادي، هدخل شمال، واول ما اوصل لبن زايد هدخل يمين، هاجي على بن زايد، ده شارع بن زايد، هوصل الدائري اوسطي، هطلع دائري اوسطي وانزل يوتيرن. اول ما انزل هكون هنا على بن زايد الجنوبي اللي هو اعرض شارع في مصر اللي هو بعرض 124 متر. اول ما انزل هنا هيكون على شمالي مسجد الفتاح العليم، تاني اكبر مسجد في الشرق الاوسط كمساحه ارض، وعلى يميني هنا لافيستا سيتي، وهكون على بن زايد وهمشي. هيكون على شمالي النهر الاخضر، وده اكبر حديقه مركزيه موجوده حول العالم بطول 35,000 متر. على يميني هيكون الار 4، وعلى شمالي الار 1، وده الحي الاول وده الحي الرابع، وهكمل هلاقي الحي الثاني والحي الخامس، الحي الثالث، الحي السادس، كل الكلام ده وانا ماشي على بن زايد الجنوبي. دي 6 احياء تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه. وبعد كده لو كملت على بن زايد الجنوبي فهيكون على يميني المدينه الطبيه اللي هي اكبر مدينه طبيه في الشرق الاوسط. بعد كده عندي مدينه المعارض، ولو وصلت لغايه هنا هتقاطع بدائري العاصمه الاداريه الجديده بعد ما اعدي بالدائري الاقليمي. ولو دخلت يمين هيكون هنا عندي منطقه المستثمرين، دي منطقه الطرح الاول اللي نزل فيها كومباوندات تبع الاكبر مطورين نزلوا في العاصمه الاداريه الجديده، فيها سكني وتجاري واداري وطبي. وهنا عندي الار 7 وهنا عندي الار 8، وبيفصل ما بينهم الحي الدبلوماسي او حي السفارات اللي فيه كل سفارات العالم. احنا لو حبينا نشتري شقه سكنيه او فيلا هنتجه لمنطقه المستثمرين، منطقه الار 7، منطقه الار 8. طبعا منطقه المستثمرين مش هتعوض تاني لان هي على النهر الاخضر وقريبه جدا من الداون تاون وقريبه جدا من الوزارات وكل حاجه تخص الحكم. ولكن هنا عندنا الار 8 لو حبينا نتجه ليها، لو حبينا نفكر في استثمار سكني، الاستثمار السكني كويس جدا في الار 8 في الوقت الحالي لان احنا في صفر السهم السعري، فانت النهارده بتشتري باقل سهم للسعر. في نفس الوقت لو حبيت تشتري حاول تكون جنب جامعه انترناشونال او جنب حي السفارات، فبص على الكومباوندز اللي بص على حي السفارات مباشره، ده حي السفارات اللي هيكون فيه كل سفارات العالم. كل سفارات العالم دي اي حد هيسكن حواليها لو حب يسكن هيلاقي ان الكوميونتي راقي جدا، ولو حب يستثمر هيلاقي ان العائد بتاعه هيبقى بالدولار، فده استثمار كويس جدا. وفي نفس الوقت تبقى ساكن في كومباوند راقي جدا والكوميونتي فيه ارقى حاجه. هنلاقي ان احنا اول ما ندخل هنا في العاصمه الاداريه الجديده، ده الدائري الاوسطي، وجيت من عند التجمع هلاقي هنا مسجد الفتاح العليم، وهمشي هلاقي هنا عندي مسجد الشهداء 1، الشهداء 2، الشهداء 3، وهلاقي هنا اهم منطقه نزلت في العاصمه الاداريه الجديده لغايه النهارده وهي منطقه السي بي دي او سنترال بزنس ديستريكت. دي منطقه فيها 19 برج، واعلى برج في افريقيا اللي هو البرج الايقوني، والمنطقه دي تابعه للشركات الصينيه هي اللي طورتها وهي اللي هتسوقها. لو حبينا نستثمر ونشتري حاجه قدام منطقه السي بي دي اللي هي منطقه الام يو 7 زي تاج تاور او ساكستي او يو سي او امازون، كل المشاريع دي قويه جدا 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 بالذات في الاستثمار الفندقي والاداري، ان حضرتك قدام البرج الايقوني اطول برج في افريقيا، فده استثمار هيبقى كويس جدا. طب لو بصينا على المناطق الثانيه هنلاقي هنا عندنا فندق الماسا، وعندنا جنبها منطقه الداون تاون اللي هي قدام النهر الاخضر، فوقيه بالظبط عندنا الحي المالي. الحي المالي هي افضل منطقه ممكن نستثمر فيها استثمار اداري لان هي المنطقه الوحيده اللي بتحقق عامل الندره وعامل التخصص. طيب ايه منطقه ثانيه ممكن ما تتكررش تاني؟ منطقه الداون تاون. منطقه الداون تاون هي وسط البلد بتاعه العاصمه الاداريه الجديده. لو تخيلت معايا ان حضرتك عندك محل حتى لو 20 متر في وسط البلد في القاهره، طبعا يقدر يدخلك ملايين سنويا. فتخيل حضرتك ان انت تدخل الداون تاون يكون عندك محل تجاري او مكتب اداري
عقاريه او وحده فندقيه او وحده طبيه، طبعا العائد بتاعها سواء ROI اللي هو ريتيرن اون انفستمنت عائد جاري او ROE ريتيرن اون اسيتس عائد على الاصول، ان احنا لو بعنا نكسب كام تقريبا، ده هيبقى اكبر عائد موجود في العاصمه الاداريه الجديده. فحاول حضرتك لو حابب تاخد خطوه دلوقتي في خطوه استثماريه في العاصمه الاداريه الجديده ما تفوتش فرصه الداون تاون، لان هي مش هتتكرر تاني وهي اكتر منطقه سنترلايز موجوده في العاصمه الاداريه الجديده. حضراتكم لاحظتوا ان انا ما ذكرتش منطقه الMU 23 اللي هي بتفصل ما بين الحي الثاني والحي الثالث، اللي هي على محور الامل اللي هو نازل من طريق السويس نازل في وسط العاصمه الاداريه الجديده. المنطقه دي نزلت اول منطقه تجاريه راحت في العاصمه الاداريه الجديده، نزل فيها حوالي 21 مول الشركات محترمه، ولكن دلوقتي هي وصلت لاعلى سهم للسعر، وفي نفس الوقت هي بتخدم على حوالي 250 الف نسمه فقط. انا عندي منطقه زي الداون تاون لو حابب استثمر هي بتخدم على 6.5 مليون نسمه في العاصمه الاداريه الجديده، في نفس الوقت بتخدم على مصر كلها بل الشرق الاوسط كله كاستثمار تجاري او اداري او فندقي او طبي. طبعا بيحقق لي اعلى ROI او ريتيرن اون انفستمنت واعلى ROE او ريتيرن اون اسيتس، يعني انا حبيت اجر هيجي لي عائد ايجاري كبير جدا، ولو حبيت ابيع هكسب مكسب كبير جدا كاوفر. طيب تاني منطقه مش هتتكرر تاني هي منطقه الحي المالي. منطقه الحي المالي وهي شمال الداون تاون جانب حي الوزارات اللي فيه كل البنوك الرئيسيه الموجوده في مصر. المنطقه دي مش هنتجه عليها الا لو حابين نستثمر استثمار اداري، لان المنطقه دي هي المنطقه الوحيده اللي بتحقق متطلبات الشركات المالتي ناشونال، في نفس الوقت بتحقق عامل الندره وعامل التخصص الاداري. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا لو حبيت اشتري شقه سكنيه هشتري في منطقه من 3 مناطق. اول منطقه وهي منطقه المستثمرين. منطقه المستثمرين هلاقي فيها اكتر من 10 مشاريع او 10 كومباوندز. او تاني منطقه هي منطقه الR7. منطقه الR7 هلاقي فيها اكتر من 35 مشروع. ثالث منطقه عندي هي منطقه الR8 اللي هلاقي فيها اكتر من 20 مشروع. طيب ازاي اعرف اقارن ما بين كل المشاريع دي واخد افضل حاجه بالنسبه لي؟ تقدر تشوف محتوانا على كل منصات السوشيال ميديا، تعرف تقارن بالظبط ما بين كل كومباوند وكومباوند، وتشوف ريفيوهات عن كل المشاريع اللي تقدر تختار بعدها الانسب ليك فعلا. طيب بالنسبه للتجاري لو بصينا للتجاري هنا هنلاقي عندنا اكتر من منطقه. اول منطقه الMU 23 عندنا 21 مشروع. هنا عندنا منطقه الCBD او الMU 7 عندنا اكتر من 20 مشروع. عندنا هنا في الحي المالي حوالي 19 مشروع. عندنا هنا في الداون تاون اكتر من 150 مشروع. طب ازاي اقارن ما بينهم كلهم؟ وان انا لو حبيت استثمر او ان انا حبيت اشتري حاجه لنفسي ايه الانسب بالنسبه لي؟ الحته دي صعبه شويه وحاجه تكنيكال جدا ومحدش يقدر يسد فيها غير مستشار عقاري قوي ويكون امين عشان يجيب الحاجه الانسب ليك فعلا. طبعا انا مستوعب جدا ان كتير من حضراتكم دلوقتي قلق او حس الموضوع كبير ان هو بيقارن ما بين مئات المشاريع، ولكن الحته دي الحمد لله في شركه ARG عندنا بنوفرها خدمه مجانيه بنسبه 100%. حضرتك تقدر تتواصل معانا على الواتساب على الرقم الموجود قدامك على الشاشه، وهتواصل معاك انا وفريق العمل الاستشاريين العقاريين الناس اللي فاهمه كويس قوي ان هو يقدر تقول له حضرتك البادجت بتاعتك والهدف بتاعك سواء استثمار او حضرتك اند يوزر، ويجيب لك افضل قيمه مقابل سعر. شكرا لكم.